الشعبيه يعني العداله الدينيه اللي هما تيطابقوا بجوجهم تقريبا مع نفس الاشخاص. واحد اللي هو احضان الله يكون له العمر، والاب الكبير الروحي لجميع يعني لجل المغاربه باجمعين. يعني هو يعني ذو الخطيب اللي هو يعني كان ناضل رحمه الله، هو وأحدان الله يطول العمر من أجل المغرب. ونحن اليوم يعني نلتقي في المغرب يعني عموما، ولكن خصوصا بجهة فاس كلمان لنتفق مع الإخوة الصادقين اللي هما العدالة والتنمية اللي يعني شاركنا سيق منذ بداية العدالة والتنمية في فاس. وكانت في أول مجلس المدينة كان الالتزام ديال انذاك 13 عضو ديال مجلس المدينه للعداله والتنميه اللي مشاو نعرضوا به في نطاق المجلس المدني مجلس المدينه الاول، اللي بالتالي تفاجئنا في 20 التالي بطرق مشينه وغير مقبوله ومشات مجلس المدينه. ولكن الله سبحانه وتعالى معنا، لان انذاك يعني الطرق كيفاش كانت غتمشى ما كانش غتمشى بطرق حسنه. داز مجلس المدينه الثاني، واحنا اليوم في نطاق تنسيق مع حزب العداله حزب شريف اللي جل الوزراء ديال رئيس الحكومه حتى الوزراء وطنيين وخاصه محليين اصدقاء واحباء. انا في نطاق تنسيق، وان شاء الله بحول الله الا ما 3 ايام 4 ايام النصر يعني ان شاء الله لتحرير فاس في القريب العاجل، يعني ولإعطاء الروح لفاس يعني ولتنفيذ ولتطبيق يعني حب المواطنين في نطاق يعني هاد السيد أكتوبوس اللي كان عندنا مشكل سابق معه في البرلمان في الرباط. ومن بعد دائما في الدورات ديال مجالس المدينة دائما كان ماشي أكتوبوس، كان أكثر من أكتوبوس، لأن ما تعطي الكلمة لا المنتخبين ولا المواطنين. يعني كان تسير طاغية بحال تسير المدينة حتى تسير مجلس المدينة. وإن شاء الله إن شاء الله اللائحة ديال الأزمي لائحة الأزمي. أنا أول نهار سمعت الأذن، أولا الأذن لصديقي أخ كبير لي كشخص، وثانيا أعرفه جد المعرفة عن طريق البرلمان من أطيب خلق الله، لا من الناحية الطيبوبة وخاصة من الناحية المهنية، كيؤدي الواجب ديالو على ما يرام، لا من الناحية التقنية كرجل تقني يعني في ميدان المالية كفاءة في شخصه كرجل سياسي ماهر اللي تيطبق السياسة الاقتصادية ماشي السياسة السياسوية، واللي فيه مزيان يعني هذه كل صراحة، وهو الصراحة ثم الصراحة والصراحة إن شاء الله. إذا اللائحة ديال مدينة فاس إن شاء الله بحول الله ستكون من أوائل اللوائح الانتخابية إن شاء الله في القريب، وإن شاء الله بالتنسيق جميعا يعني مسبقا قدرة السمع نهنئ 3 مرات يعني السيد الأزمي على السير ديالو المقبل، غادي يكون سير لصالح مدينة فاس يعني خصوصا والجهة والمغرب يعني إن شاء الله كحديث مع الحركة كحلفاء يعني عن طريق جهة فاس كلمان بجميع الوسائل وجميع الثقة من الطرفين.